لانه جاتني تطمينات ايوه من اعلى مستوى. ايوه. وانه زايد مواصله الحديث على الاربع سنوات، لاننا سنتراجع عن هذا القرار قريبا، لانه كل الشعوب الافريقيه تنادي. ده قويه، دي تعتبر خبر دي. بالطبع، ولكن انا خليت الخبر سبق وتسجيل على فتحي. لا اقوى خبر، خليت الخبر لاخر حصه. وباش نعلن على كونه الاتحاد الافريقي استجاب في الاخير الى نداء الشعب الافريقي وتجاهل ما ياتيه من الخارج. وهو يذكرك بالرباعيات، وذكرني برباعيات الخيام. الله. وذكرني أراك عصي الدمع شيمتك الصبر. الله. أما للهوى نهي عليك ولا أمر. الله. بلى أنا مشتاق وعندي لوعة لكن لا. كمل. ولكن لا، هذا لكن مثلي لا يذاع له سر. انا كملها لك. لو انت في الرباعيه راه تعرف سياره بدر في المغرب شنو هي؟ رباعيه الدفع. الإثارة والمتعة مستمرة، وكل ما هو مميز وجميل كذلك مميز في هذه البطولة المميزة من ناحية الاستضافة ومن ناحية المستوى الفني العالي والرقم الصعب. عند الحديث عن الرقم الصعب، الجماهير المغربية الحاضرة هي الرقم الصعب، وكذلك الأرقام القياسية نتعرف عليها سويا من خلال هذا التقرير. بعد هذا التقرير تحتار من أين تبدأ جمال الجماهير والاستضافة والأرقام القياسية يا بدر؟ من أين تبدأ؟ والله أبدأ من الرقم القياسي الذي تم تحطيمه رسميا، يعني بعد نهاية مباريات الدور الربع النهائي وصل عدد إجمالي الجماهير إلى 1,116,000 متفرج، متجاوزا بقليل ما كان حضور الجماهيري خلال دورة كوت ديفوار 2023 حيث قارب 1,100,000، ونحن أيضا مقبلون على 4 مباريات، بمعنى أن الرقم قد ينتهي تقريبا إلى 1,300,000 متفرج. وأعتقد هذه الأرقام القياسية الجميلة جدا تعبر على جمالية البطولة. يا مشاري، لا أتصور أنه يمكن أن نتحدث على نجاح أي بطولة من دون حضور الملح الذي يحضر عادة في الطعام، والملح هو الجماهير. وطبعا الجماهير، لا أتكلم فقط عن الجماهير المغربية، هناك الكثير من الإشادة الجماهير المغربية. تشعر بالجوع؟ الملح والطعام. ايه طبعا ما افطرش طبعا. جيعان. لا، ولو انا نقول وقت عشاء الحين. لا، ولو انني مقل في تناول الملح. مقل. لا، احنا نقول الجماهير الحلا السويت. انا يا سيدي اخاف من الابيضين. اوكي، فبالتالي لكن مجازا نقول الملح، لان الاكل يحلى بالملح، فبالتالي الجماهير هذه هي ملح البطوله.